اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا النهاردة طريقة عمل مارشميلو. كوبايتين سكر، عليهم نص كوباية مية، وهحطهم على النار لمدة 5 دقايق. وبعدين اجيب معلقتين جيلاتين عليهم نص كوباية مية وادوبهم كويس واسيبهم على جنب. الجيلاتين طبعا لازم يتدوب كويس، ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهضيفه بقى على المية بسكر وهي جاهزة دلوقتي، واضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يتقل معايا. المارشميلو كده قوامه بقى تقيل. بتجيبوا لون طعام، اي لون انتوا حابينه وتلونوه، او عايزينه ابيض خلاص بتسيبوه ابيض زي ما هو. تضربوه شوية بالمضرب لحد ما يتجانس كله. هجيب علبة ادهنها بالزيت كويس واحط فيها نشا واغلفها كويس بالنشا، وانزل فيها المارشميلو واسويه. هبدأ اعمل طبقة تانية بس هخليها ابيض مش ملونة زي الخطوات اللي فاتت. كوباية سكر عليها نص كوباية مية واحطهم على النار لمدة 5 دقايق، واجيب جيلاتين على نص كوباية مية وادوبها كويس، وبعدين اضيفهم على بعض واضربهم بالمضرب كويس لحد ما يتقل معايا زي المنظر ده، يتقل كويس. ابدأ انزله على الطبقة التانية، واسيبه في التلاجة لمدة ساعة. خلاص كده بعد ما طلع من التلاجة برش على وشه شوية نشا واطلعه واقطعه اهو، متماسك وجامد جدا زي اللي بيجي من المحلات بالظبط، مفيش فيه اي صعوبة وسهل جدا. اقطعه قطع صغيرة، سهل جدا في تقطيعه. شوفوا بقى حلاوته وجماله، شوفوا شكله رهيب ازاي وطعمه جميل وطري جدا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس